من ورثة ديال النزارة في درب ميلا لواحد من الهدافين الكبار اللي كيماركيو ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا. هذه هي القصة ديال اللاعب أيوب الكعبي. أيوب الكعبي ما كبرش في أكاديمية لاماسيا أو لا كاستيا، هو كبر في وسط ظروف عائلية صعيبة خلاتو يخرج من القراية وهو عنده غير 15 عام، وفرضات عليه الحياة يمشي يخدم كنجار باش يقدر يعيش. زاولت مهنة النجارة، زاولت مهنة أنني كنت كنفرق الملح على الحوانت، ولكن الحلم ديال الكرة بقى شاعل في دماغه. بدا المسيرة ديالو في كرة القدم معطل بزاف وهو عنده غير 21 عام، والغريب أنه بدا كظهير أيسر، ولكن المدربين ديالو شافوا فيه ديك الغريزة ديال الهداف، قرروا يحولوه لمركز المهاجم، ومن ثم غادي يشوفوا الكعبي آخر ولا هو هداف البطولة في القسم الثاني ب 25 هدف. هو اللي طلع الريسينغ البيضاوي القسم الأول من بعد 15 عام ديال الغياب. من بعد غادي يبدا الرحلة ديالو، مشى لنهضة البركان وقدر يتوج معهم بكأس العرش في 2018. من بعد غادي يقرر يخرج في واحد التجربة احترافية قصيرة في الصين، وغادي يرجع للمغرب من بوابة العملاق الوداد البيضاوي باش يبين انه باقي واحد من الكبار في البطولة الوطنية. من بعد غادي ينتقل لتركيا لفريق هاتاي سبور، ومرة أخرى غادي يخلي البصمة التهديفية ديالو حتى غادي يوصل لليونان الفريق أولمبياكوس، هو اللي قاد الفريق ديالو باش يربح أول لقب أوروبي في تاريخه. وهادشي كيرجعنا لديك اللقطة، داك الهدف ضد فريق برشلونة، واللي كيلخص القصة كاملة، قصة ديال الإصرار وديال الإيمان. دليل الحي على أنه ماشي مهم منين بديت، ولكن المهم هو فين باغي توصل. القصة ديال الكعبي كتعلمنا حاجة واحدة، الموهبة تقدر تجي من أي بلاصة، ولكن العظمة كتصنع غير بالعزيمة والإصرار.